بنساعدك علشان تكوني النسخة الأفضل من نفسك. ده شعار نادي الأمهات العربيات اللي ظهر للنور سنة 2018. مجموعة من الأمهات العربيات اللي هدفهم تربية ولادنا تربية إيجابية حديثة بتجمع بين الموروث الجميل والمناهج التربوية المعاصرة. النادي ده مقره هنا في القاهرة، ومؤسسته هي ريم صابوني، الأم السورية الجميلة اللي استقرت في مصر من سنة 2012 علشان تبدأ حياتها من جديد، واللي هنعرف منها إيه قصتها وقصة النادي، وإزاي الأمهات اللي بتتفرج علينا دلوقتي تقدر تستفيد جدا معاها دلوقتي. أهلا بيكي يا ريم. اهلا وسهلا، تسلمي. قولي لي إيه موضوع النادي العربي ده؟ نادي الأمهات العربيات. أيوة، Arab Moms Club أو نادي الأمهات العربيات هو منصة إلكترونية. حاليا احنا كنا اوفلاين وهلا نحن اونلاين، بنجمع كل الامهات العربيات المهتمين بتربيه اولادهم افضل تربيه، وبنفس الوقت كمان هن مهتمين بتنميه ذاتهم افضل تنميه، وبنفس الوقت نحن بنساعدهم حتى يكونوا افضل نسخه من انفسهم. انتوا جروب ماميز يعني برضه، بس على ماميز. الانترنت. بس هدفكم بقى مش حكايه المدرسه والتعليم، انتوا اهم حاجه عندكم الام تكون واعيه، صح؟ دي اهدافكم. صحيح. والطفوله السعيده ده برضو الهدف الثاني. تمام. بتعملي ده ازاي؟ اول شيء انه نحن بنهتم بنفسيه الام، كثير بنركز على قضيه الصحه النفسيه للام، لانه هي الاساس بالاول وبالاخير عشان تقدر تربي اطفالها، وكمان بنساعدها باي شيء بيهمها بتربيه اطفالها، سواء كان ورش عمل، كورسز، مقالات، ندوات، بث مباشر، اخصائيين. يعني فيك تقولي نحن ازاي كأنه شركة تدريب واستشارات بتأهل الأمهات للأمومة. يعني لو احنا اعتبرنا الأمومة مهنة وبتعمل فيها الأم 24 ساعة مدة حياتها كلها، ما رح نلاقي في أي حدا أو شركات متخصصة أصلا بتأهل الأم لحتى تكون أم كما يجب، برضو تفهم نفسها، خصوصا النيو مامز برضو الجداد اللي هن اللي داخلين على الأمومة. بالضبط. مثلا السنجل مامز مثلا عندهم تحديات مختلفة، الأمهات المغتربات مثلا، ايا كانت هي التحديات. والله الام لو ما عندهاش اي ظرف من الظروف دي برضو محتاجه اللي ياخد بايديها. بس خليني اسالك، انا ليه اثق في النادي ده واقول ان المعلومات اللي عليها فعلا معلومات موثوق فيها؟ تمام، جميل جدا هيدا السؤال، لانه بصراحه قضيه المعلومات الموثوقه ضروريه جدا، ونحن هذا الشيء اللي بنسعى له، لان نحن بنقدم للام من الام نفسها، ولكن حتكون ام متخصصه. يعني نحن جروب بندعم بعض، سواء كانت أم متخصصة في أمور معينة، مثلا متخصصة بتربية إيجابية، أو متخصصة بمنهج تعليمي أو أسلوب تربوي معين، أو حتى متخصصة كلايف كوتش، كداعم نفسي، كطبيب نفسي، كأخصائية تغذية. كل هاي التخصصات نحن بنقدمها للأمهات من خلال إنه نحن بنعرفها على الشخصية اللي هي حتقدم لها هذا الدعم، أو حتقدم لها هذا الكورس، أو حتجاوب على أسئلتها. فالمصداقية عندنا أكيد ضرورية، وبرضه عندنا شفافية عالية. قولي لي كم جنسية دلوقتي موجودة في النادي؟ طبعا الجنسية رقم 1 هن المصريات، لأنه نحن الكيان انطلق من مصر. الجنسية رقم 2 السوريات، كوني أنا سورية. طبعا. الجنسية بعدين بالترتيب بيجي عنا الجزائر، المغرب، تونس، ما شاء الله المغرب العربي كتير عنا ما شاء الله. عنا من السعودية والإمارات والأردن ولبنان، عنا من اليمن برضو، وكمان كثير الامهات العربيات الموجودين بالمغترب، سواء بالمانيا وتركيا. انتوا عاملين جامعه الدول العربيه برضو، يعني تقريبا صغيره على قدنا كده تقريبا. قولي لي، والطفوله السعيده بقى بتتحقق ازاي؟ وبتعملوا ده، بتوصلوا للامهات المعلومات المناسبه ليها برضو ازاي؟ تمام. لحتى يكون عندنا طفل سعيد، اول شيء لازم يكون عندنا ام سعيده. اكيد ما رح نقدر ابدا نوصل لهي المعادله الا من خلال الام، لذلك نحن اول شيء بنشتغل على الام وعلى نفسيتها بالاساس، فبنساعدها انه هي ما تكون مضغوطه، تعرف كيف تحقق التوازن بين نفسيتها واهتمامها حتى بصحتها النفسيه والجسديه، وكمان بنفس الوقت توازن بين احتياجات اطفالها ومسؤولياتها الكامله بالمنزل. كيف بنقدر نوصل لهذا الشيء؟ من خلال اول شيء نحن بنشتغل على التوعيه، بث توعيه، بنحاول برضو انه نحن يعني نقتبس الاسئله والهموم والمشاكل من الامهات ذات نفسهم، ونقدم لهم فيما بعد اشياء متخصصه بتساعدهم. يعني مثلا شكوى مثلا عن العصبيه،
كيف انا اقدر مثلا اضبط اعصابي، كيف بقدر اتحكم بعصبيتي، كيف بقدر اكون ام متوازنه وهادئه نفسيا. فهي مشكله طبعا يعني ما بتفرق عند اي ام ايا كانت جنسيتها. اديني روشته كده صغيره كده أيوة. اقدر امشي عليها واقول انا كده ابقى ام هاديه وعارفه احقق فعلا السعاده لاولادي. تمام. اول شيء هي الام لازم تنظر الاسباب العصبيه. اول شيء هل هي ضغوط نفسيه بسبب تراكم الاعباء المنزليه؟ اذا انت محتاجه انك انت تنظري لترتيب الاولويات، بنساعدها بترتيب الاولويات من خلال مثلا انه هي تحط مثلا شو هو الهام والمستعجل اول شيء، بعدين عندنا المستعجل لكن اقل اهميه، بعدين هام غير مستعجل، غير هام غير مستعجل. فهن من خلال 4 خطوات نحن ممكن نساعد الام انه ترتب اولوياتها. في حاجات اصلا ممكن ما نعملهاش خالص وعلى فكره ويومنا يمشي حلو وجميل. ممكن. بس مثلا نحن حننظر للاسباب يلي دفعتك للعصبيه، هل هي اسباب طارئه ام انه هي اسباب متراكمه نفسيا من سنوات؟ لأن أحيانا في أمهات مثلا بيكون عندها مشاكل متراكمة بتوصل لمرحلة الفيلير، خلاص هي مش قادرة تضبط أعصابها. فنحن بنحاول من خلال طبعا متخصصات، يعني أول شيء إنه رح يكون في مكالمة خاصة مع الأم، نفهم الأسباب. بعدين إذا لقينا إنه في عندها مثلا والله مشاكل زوجية، إذا عندها والله لا مشاكل بتربية الأبناء، فنحن نحاول نوجهها للباث الصحيح أو المسار الصحيح اللي هي تقدر تاخده. أولوياتنا لو عندنا مشكلة بنلاقي عندكم برضو دعم في الجروب اللذيذ بتاعكم. أيوة بالزبط. إيه كمان ممكن الأم تعمله؟ غير الروشتة بتاعتنا السريعة. تمام. تاني شيء ممكن هي مثلا تبدأ تقلل مثلا من أحلامها وطموحاتها يلي بترسمها خلال اليوم. أحيانا كثير من الأمهات أنا هعمل 20 حاجة النهاردة بالزبط. لو عملت 2 يبقوا كويس قوي في الآخر. تمام. فهي دايما إنه بتحس إنه أنا علي مثلا إنه المطبخ والولاد وتحضير الغداء وما بعرف شو، فأنا بقول لها أنت متأكدة إنه أنت قادرة تعملي كل هي الأشياء بيومك؟ انت عادي شوفي يومك، انت يومك مو 24 ساعه ولا 12 ساعه. اول شيء انت لازم تحسبي ساعات النوم، قله ساعات النوم حتاثر عليكي قولا واحدا نفسيا. يبقى انت اول شيء لازم تحطي اولوياتك وصحتك النفسيه والجسديه بعين الاعتبار. بعدين تبداي تكوني واقعيه، تنزلي لارض الواقع، ما تحطي كثير احلام بتحققيها خلال اليوم، هذا هيعمل عليكي اكيد ضغط نفسي. طب لو سألتك هو في فرق ما بين مشاكل المصريات عن مشاكل مثلا سوريات بتفرق من جنسية للتانية؟ الحقيقة اللي لاحظته انه لا ابدا، مشكلة الأمهات واحدة كتير، ما بتتخيلي قديش. يعني حتى يمكن ساعات بنروح بنشوف مشاكل، يمكن الاختلاف حيكون عند الأم المغتربة مثلا اللي هي موجودة مثلا ببيئات غير عربية، ممكن تواجه مشاكل مختلفة أكيد. ممكن يعني ممكن نواجه مثلا مشكلة ظروف البلد مثلا شوي الاقتصادية صعبة، هذا اللي بيفرق. بس بالعموم المشاكل واحدة، حتى الأطفال حتلاقي مشاكلهم بتشبه بعضها كتير. طب إيه أكبر مشكلة لا يمكن تنسيها بس كمان ما بتنسيهاش لأن أنت مبسوطة إنك قدرتي تحليها للأم؟ في مشاكل دايما الأم بتيجي لعندي بتبقى حاسه يعني هموم الدنيا راكبتها، وبتحس انه مستحيل مشكلتها يلتقى لها حل، وبتبقى كثير يعني متوتره. فانا لما بسمع مشكلتها بحاول اني اهديها، وبوضح لها انه مشكلتها اصلا هي منا مشكله. ليه؟ لانه دائما في عندنا نحن احيانا نظر لبعض المشاكل على انها مشاكل، بس هي بالحقيقه ممكن تكون مثلا سوء فهم للطفل، او تفسيراتنا احنا الكبار الخاطئه لسلوكيات الأطفال. يعني في أشياء أحيانا تنحل بكل بساطة، بنكون احنا اللي عاملين المشكله اكتر جوه دماغنا، لكن على الارض الواقع الدنيا ماشيه كويس. هي ما مشكله ابدا. ايوه صحيح. يعني مثلا ممكن انا في مره مثلا ام سالتني انه عندها مشكله انه ابنها الطفل الصغير وهو بياكل مثلا لوحده بايده، فهو بيوسخ الارض وبيوسخ هدومه دايما، وهي عم بتعاني من هذا الامر فعلا. يعني انه كيف ممكن اعلمه كيف ياكل من غير ما يوسخ؟ فكان الحل بسيط، انه انت ليش بدك تعلميه بهي المرحله اصلا؟ الاهتمام هو مش مستعد لده دلوقتي. مستعد بالضبط. فانت بكل بساطه حافظي على البيئه من خلال انك تعملي شيء بسيط كتير، انك تخليه ياكل باسلوبه وبراحته، نحن ما بدنا نمنعه. وانك انت تحافظي كمان على النظافه، بانك انت مثلا تحطيه في مكان ما عندك مشكله انه يوسخ فيه، او تحطي مثلا تحته اي مثلا مشمع اي شيء، بحيث انه انت ما تتعبي نفسيا. يعني في مشاكل احيانا بيكون حلها بسيط جدا. أيوة. او يمكن وجهه النظر ما بتكون قادره تشوفها الام، فنحن بنحاول نورجيها اياها يعني،
واحيانا الامهات ذات نفسهم بيدعموا الامهات. صح. يعني مش دايما الحلول بتكون من عنا، ساعات برضو عن طريق الخبره والتجربه بيننا بالظبط. وبين بعض بنكون سند برضو لبعض. exactly. سوريا دايما بنشوف منها حاجات جميله جدا، واخواتنا السوريين اللي عايشين معانا في مصر احنا بنحبهم، وفي حب كده من زمان جدا على مر العمر والسنين والتاريخ. احنا شعب واحد اكيد. طبعا اكيد. فمن الحاجات الحلوه برضو اللي جات لنا من سوريا هو نادي الامهات العربيات. بدعوكم ان انتوا تفتحوا صفحتهم على الفيسبوك وتشوفوا اهم البوستات والفيديوهات والحاجات ممتازه جدا فيها حقيقي طرح الامور بشكل لطيف جدا هيساعدنا اكيد. متشكره جدا جدا ليكي يا ريم. العفو، اهلا وسهلا. نورتينا يا حبيبتي بجروب الماميز. 100 اهلا وسهلا، تسلمي.